الفيلم ديال اليوم كيبدا مع واحد المقاتل سميتو شي فانغ، وغنشوفوه جالس كيزهى في واحد القهوه صينيه حتى لواحد اللحظه هجموا عليه واحد الساحرات، وهذا الشيء حيت كانوا باغيين ياخذوا ليه الخاتم ديال النار اللي عنده. وهنا يخرجوا برا وتنوض بيناتهم، ضربوه بشي تعويذات ولكن والو، خونا كان قوي منهم. هو يقول لهم بغيتو هذا الخاتم، ودار واحد التعويذه استدعى بها الوحش اللي وسطو، ومعاه السيف وكان بغى يصفي عليهم، يشدوه واحد الجدوره من اللور وتلواو عليه وهما يعصروه وهو يتفرقع. ويكون مولاهم هو واحد الشخص سميتو تاو، وهو اللي مصيفط هاد الساحرات باش يجيبوا ليه الخاتم. وموراها ضرب شي فانغ بضربه واحده صفاها عليه، وهذا الشيء حيت القوه ديالو كانت كبيره بزاف بسبب الخواتم الثلاثه اللي كان كيمتالكهم. ومن طاح خونا دار ليه الخاتم ديالو، وهكا يكون باقي ليه غير خاتم واحد واللي هو الخاتم الذهبي، وديك الساعه يقدر يسيطر على العالم كامل. وهو يأمر وحده من الساحرات سميتها يوجي باش ترأس الساحرات الاخرين ويقلبوا ليه على الخاتم الاخر. في بلاصه اخرى يبان لنا واحد خونا سميتو يانغ، ويكون حداد وكيبيع المواس، ويبان لنا معاه صاحبو اللي سميتو دينغ، ويبان لنا طايح في واحد الخضاره سميتها شيا. هنا خونا زعم ودا لها واحد القرعه وقال لها هاكي هادي واش فكريني بها. وهاد العبد كيسحب ليه مربي الغنيه، ولكن هي رفضات، وهي تقول لي سير اهتم با اكثر وكون مسؤول عليه. وهذا الشيء حيت كانت ختنا كتعرف باه من الصغر، وكانت كتمشي عنده مره تزورو وتهتم بيه حيت هو راجل كبير. هنا يبان لنا واحد خونا سميتو جاو معاه واحد جوج مساعدين، وهيكون كيجي يجمع من عند البياعه ضريبه الحمايه، اما تخلص ولا يدمروا لك المحل ديالك. ومع شافهم يانغ قصدهم وبدا كيسلك معاهم حيت ما كانش مخلصهم المره اللي فاتت، ومي شافهم ما يتفاهموش معاه علق بحاله. وهما تابعين ورمى عليه واحد خونا واحد المقده، ومع قارد عليها بيدو باش ما تجيش فيها توقف ولا حل السقف الباب. وخوتنا هما مصدومين من هادشي اللي وقع، يانغ استغل الفرصه وعلق بحاله. هنا يبان لنا باكي قاد في واحد الحديده حتى يبانوا ليه خوتنا تابعين ليه ولدو، وهو يجري عند جاو وبدا كيطلب فيه باش يسمح ليه، وقال ليه نعطيك فلوس كامله اللي كتسالو. وخونا وافق وعيط على رجالو، وهو كيتسناه باش يخلص. وخونا جبد ليه واحد جوج ريال وقال ليه هاك هادي وغدا نكمل ليك. خونا هو يحقد وضربوا لاحو، ولكن باتيانغ ما يبغيش يقاومهم وبقى صابر ليهم. ومع شافتو شي جات كتجري عنده ووصلاتو للدار. موراها يبان لنا واحد الشاف كيشوف في الفاس ديال يانغ، ونشوفو يانغ غادي حتى يلوح ليه واحد خونا قشور ديال البنان، وهو يعفط عليهم وطاح. ناض عند الشارف وبدا كيعاير فيه وشنق عليه، ولكن زانغ زرب عليه وحكمه وقال ليه تعلم تحترم اللي كبر منك. خونا توعت وطلبوا باش يطلقوا. هنا زانغ طلقوا وعرض عليه يولي التلميذ ديالو ويعلمو القتال باش يغير المستقبل ديالو، وقال ليه من تكون مستعد قلب عليا وتلقاني في المدينه. وهو اختفى. في الليل يانغ رجع للدار، ومع وصلت بان ليه شي خارجه من عند باه، وقالت ليه سير شوف باك راه موعد. خونا ما داهاش في الهضره ديالها، ومع دخل للدار طلع على باه وقال ليه شنو المشكل جبتي اليوم عاوتاني. وهما مريحين كيتعشاو تناقشوا هو وباه. وخونا تعصب وقال لي انا طلعت لي هاد عيشه في راسي، الفقر والذل، عايشين عيش دبانه في البطانه، وانا القدر ديالي هو نولي اغنى واحد في هاد المدينه، وديك الساعه كلشي يحتارمنا. وفي الصباح يبان لنا خارج من القريه، وكان قاصد زانغ باش يتعلم الفنون القتاليه ويغير الوضع ديالو. وخلى لبا واحد الرساله قال لي فيها نمشي نقلب على المستقبل ديالي، ومنها رجع نكون اغنى واحد في القريه، وديك الساعه نعيشوا الحياه. ومن بعد رحله طويله يوصل للمدينه، وبدا كيقلب عليه وكيسول في الناس تماك. وهو غادي داخل لواحد القهوه يبان ليه زانغ تماك، وهو يقصدو وقال ليه قلبت عليك تعييت وانت كاين هنا. وخونا كان ضارب واحد الكاس وجايب الكاو، قال ليه شكون انت انا ما عرفتكش. يانغ بدا كيتبكى عليه وقال ليه جبتيني هاد المسافه كامله باش تقول لي شكون انت. هنا المعلم بدا كيضحك ويكون غير مطلع عليه، دار واحد التعويذه ديالو وتنقل به لواحد المعبد ديال التدريب. ومع وصلوا خونا بان لي المعبد عامر ذهب، هز التكاره ديالو وقصد داكشي اللي تماك بغا يبدا يجمع. اجي هذاك الفقير لهنا راه جبناك تريني ماشي تبوعر. دخلوا لواحد الدواره وباش يختبروا دار ليه الشاقوره ديالو، قال ليه خذها مني. بقى مقاتل معاه كيحاول يدير ليه الشاقور، ولكن والو، الشارف كان سريع عليه بزاف، نقص وضربها برجلو خرجها من المعبد. هنا يانغ جرى ولا حيدو باش يشدها وهي توقف ورجعات عدو. خونا بقى مصدوم ويقول لي انت هو الشخص اللي كنقلب عليه. في الجهه الاخرى يبان لنا تاو كيدير شي تعويذات باش يطور المهاره ديالو، ولكن ياثروا عليه ويمصوا ليه الطاقه ديالو. هنا جات عنده يوجي ودارت واحد التعويذه كتقدر تعالجو بها، وبسبب هادشي يكون كيفضل على الساحرات الاخرين، وقال لها ما تنسايش المهمه ديالك. في الجهه الاخرى يكون يانغ بدا كيتدرب باش يتحكم في المعدن اكثر. جا عنده زانغ ودار واحد التعويذه خرج ليه الخاتم الذهبي وعطاه ليه، وقال لي نزيد نعلمك ونرجعك قوي اكثر من هكا، ولكن بشرط توعدني تحافظ على الخاتم وما تعطيه حتى شي واحد، واخا يوقع اللي وقع. خونا قال لي انا معاك، الكلمه ديال الرجال. هنا زانغ بدا كيحكي لي على الشرير تاو اللي كان كيمتلك 4 ديال الخواتم، ودابا كيقلب علينا باش ياخذ الخاتم الاخير اللي عندك، وإلا مشات اخذ وتوقع كارثه وتكون نهايه العالم. انا خونا بالغول بارد ما يسمع الهضره، وقال لي اخويا انا جيت نجمع العاقه ماشي نموت، انت باغي تدبر ليا فيها؟ ياك وعدتيني وعطيتيني وعد الرجال، انا ماشي راجل اخويا، انت هو الراجل، نموت باش نكون راجل،
زوينه هادي، وموت انت وكون راجل. وهما داوين دخلوا عليهم الساحرات وكانوا باغيين ياخذوا منهم داك الخاتم وهي تنوض بيناتهم. هنايا جاتكم ضاربه مع يانغ وهي تلاحى ليه شداتو من عنقو وجراتو هاربه به، وصاحبتها ملي تشوفها تجري عندها وضرباتها طيحاتها وهي دير واحد التعويذه لاحت خونا من الفوق. هنايا جيت بعاتو وفتحات واحد البوابه ديال التنقل، خدنا شافتو ما يهربوا ويطلق عليهم النار من الفوق، وهما يتنقلوا وتلاحوا بجوج قدام واحد الدار. والساحرات يقدروا يغلبوا المعلم زانغ وشدوه داو لتاو، وقالوا ليه يوجي خانتهم وهربات يانغ معاها. هنا خونا قال لكوتشي تكلفي بالمهمه وحضريهم ليا. في الصباح تبان لينا يوجي فاقت ويكون خونا مجبد على واحد الطابله، ويكون قرر يساعدها ويبقى معها تتولي بخير من بعد ما نقداتو من الموت. ويبان لينا كيدرب على التحكم بالمقدة ديالو حتى تخرج عنده ختنه وتقول ليه سير تريني في بلاصه اخرى. هذيك النبته السحريه كتنوض مره في 60 عام، وهي بوابه زمنيه كتقدر تنقل اي واحد لاي زمن بغا. سير تدرب في بلاصه اخرى عندك تقيسها. وخونا ما بغى يخرج الشاقور ديالو اللي كان طاحت في الماء، يخرجوا معاه شي بيات ديال الذهب. واش هذا انا ولا راني نحلم؟ خونا بقى مصدوم وما تيقش راسو. وتبان لينا يوجي كتقول ليه سلمها الخاتم، ولكن خونا رفض وقال لها علميني التعويذه ديال الانتقال وكان وعدك نعطيه ليك. وفعلا يخرجوا للساحه وبدات كتعلم ليه التعويذه، ومع خونا تعلم ليها وتقنها علق بحالو للمدينه وخلاها تماك بلاكه. مشى عند واحد البيه وشرى من عنده واحد الدبالج، ويبان لنا راجع للقريه وضارب عليهم الحطه. وصل عند شيه وبغى يدير هذاك الدبالج وقال لها لبسي هادو يجيو معاك مخيرين، ولكن هي تقول لي سير شوف باك هو الاول راه مريض من نهار مشيتي بحالك. انا خونا قصد باه، ومع بان ليه مجبد في الفراش طلب منهم يحضروا ليه احسن طبيب في القريه باش يشوف الحاله ديالو، وعطاهم واحد جوج بيات وقال لهم انا دابا جيت وما يخصكم معايا حتى شي خير، وشوف انت ديك الطابله اللي دايرها غير حيديها. في الجهه الاخرى واحده من الساحرات هجم على يوجي وبقات مضاربه معاها وضرباتها طيحاتها، وهي باغا تصفيها ليها شدوها واحد الحبوله من اللور. ويكون وصل عندهم تا وداها للقصر ديالو، وكوتشي وهي كتقلب على يانغ غتقصد مول الدبالج وخدات من عنده داك البيه وعطاتو شويه ديال العصا وسولاتو على مولاها. هنا خونا قال لها جا عندي واحد الشاب غني وعطاها اسم القريه اللي جاي منها، ونشوفوا خوتنا وصلوا عنده الدار وشدوا شي ياودين وعذبوهم. ومع وصل يانغ قالوا لي عطينا الخاتم ولا نصافيوه ليهم. هنا خونا رفض وبغى يتضارب معاهم. في هاد اللحظه يخرجوا واحد السيوفه من الدار ويهجموا على الساحرات. جا واحد السيف وحده منهم صفاها ليها، وهيبان لينا باتيانغ هو اللي كيتحكم فيهم، ونعرفوا انه مقاتل وكان مخبي القوه ديالو هاد المده كامله. ولكن وصل عندهم تاو وهو يربطهم بثلاثه بالسحر ديالو وصفاها ليهم. وفي الجهه الاخرى تبان لينا يوجي مع زانغ مكتفين، وتكتشف بلي زانغ واحد من المعلمين ديال القريه ديالها، وكان كيسحب لها بلي المعلمين اللي كانوا عندهم الخواتم هما اللي صفاوها للقريه ديالها. ولكن تعرف بلي اصلا هو اللي نقدها، وان تاو كذب عليها وهو اللي كان كيصفيها المعلمين اللي عندهم الخواتم وكيضم القريات اللي كانوا ساكنين فيهم، وكان كيستغل يوجي باش تعاونوا بالقوه ديالها. هنا يقرروا يتعاونوا وداروا واحد التعويذه بجوج وما يتحروا، وهو يبان لي نقص يانغ ودار واحد التعويذه هربوا من تما قبل ما يقتلوا تاو. هنا خونا يقول لي انت عندك طاقه المعدن وتاو كيقدر يذوب الحديد بخاتم النار، يعني ما تقدرش عليه. اييه وكيفاش نديروا باش نصفيوه ليه؟ عندك حل واحد هو تاخذ منه خاتم النار. اسمع مزيان اش نقول لك، غنستعملوا هاد الزهره السحريه وترجع بالماضي اللور وتحاول تاخذ خاتم النار قبل ما ياخذوا تاو. وداك الشيء اللي كان. خونا رجع بالزمن وبان ليه تاو مقاتل مع شيفانغ ومع بغى ياخذ تاو الخاتم. خونا جرب سحر التحكم بالمعدن اللي عنده وانتقل لواحد الجبل، ولكن كوتشي تبعوه وبغى توقفه، ومع كان حاقد عليها خرج لها الوحش ديال الخاتم وطلقوا عليها. وهنا الوحش ضربها بالسيف صفاها عليها وتبان لنا ماتت في الحاضر. جات يوجي جمعت عليه من اللور قدر يطاكي الهجوم ديالها وصيفط لها الشاقور، ولكن ما تبان ليه وعرفها يوجي وقف الهجوم ديالو. ختنا بقات مصدومه وهو يستغل الفرصه وتاقل بالتعويذه ديالو. في الجهه الاخرى يوصل تاو لعند زانغ وهو يشد وطردقو من عنقو وشد يوجدها عنده للمقر ديالو. هنا يانغ مشى لضرباه ويبان فيه نادم على الطريقه اللي كان كيتصرف معاه بها، وحيد الرساله اللي كان كاتبها ليه وحط بلاصه وحده اعتذر ليه فيها. وفي الصباح يرجع خونا للحاضر ويلقى زانغ كيودع، وخونا قال لي انت هو الامل الاخير ديال البشريه وهو يسلم روحه. ويبان لنا تاو مع ختنا وكيقول لي علاش خنتيني، وهي تقول لي عرفت الحقيقه ديالك انك كتستغني وانت اللي قتلتي العائله ديالي. ايوا دابا من عرفتي الحقيقه نصيفطك عند عائلتك تشوفيهم. وما بغى يصفيها ليها دخل عليهم يانغ. هنا خونا دار واحد التعويذه نقلوا لواحد الغابه سحريه بداو مقاتلين بجوج بيهم، ولكن خونا يكون قوي عليه بزاف ضربوا طيحوه. وما بغى يصفيها ليه جا واحد الشارف وكال عليه الضربه، وهما يستدعيو واحد الوحوش ديالهم وبداو مقاتلين. وهنا الوحش ديال يانغ والشارف ضرب تا هو الوحش ديالو صفاها ليهم ويقدروا ينتصروا عليه وانتقلوا بحالهم للعالم الواقعي. ويانغ يقول لخونا شكرا على المساعده ديالك. هنا الشارف دار عنده واكتشف يانغ باللي هي النسخه ديالو في المستقبل، ويكون استخدم داك الورده السحريه باش يرجع عندهم من المستقبل ويعاونوا.
وهو يعطي ديك لخواتهم قال ليه ديهم معاك باش يتختموا في 60 عام. وحتى هنا يكون الفيلم ديالنا ساهله. ما تنساوش خليو لي الراي ديالكم في التعاليق.